شوف الحديث اللي هو في سورة الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تشرك بالله. قال ثم أي؟ إيه تاني؟ قال أن تزاني حليمة جارك. فجاء الزنا في المرتبة التالية لمرتبة الشرك بالله. فما العلاقة بين الشرك والزنا؟ أنت إذا اشتريت قطعة أرض، بلاش قطعة أرض، أنت الآن في المسجد هنا مكان العبادة والطاعة والتطهر، تطهير الظاهر وتطهير الباطن. لما كانت الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، لذلك على الحصر في المسجد مكانا يتوضأ فيه الناس. لما كانت حاجة الناس إلى قضاء حاجاتهم من استعمال الحمام وغيره تحتاج إلى حمام، لذلك بنوا حمام في المسجد. لكن لما بنوا الحمام اختاروا مكان معين. لما اختاروا المكان المعين راحوا عملوا عليه جدار حيطان يعني. لما عملوا الجدران والحيطان راحوا قسموه قطع حتت. لما قسموه قطع يعني كل دورة مختلفة لوحدها، راحوا حاطين في كل دورة حاجتين، حنفية وقعدة الحمام كومبينيشن يعني. حطوا القعدة وحطوا الحنفية. ينفع واحد بقى عايز يبول في داخل المسجد؟ لا. انما هيبول فين ويعمل حمام فين؟ في الحمام. في الحمام فين؟ في الطرقة؟ لا. امال فين؟ جوه الدورة. جوه الدورة فين؟ عند الحنفية؟ لا. امال فين؟ عند القعدة. فالاعدادات دي كلها اللي اتعملت عشان ايه؟ عشان توديك في مكان يبقى المكان ده متخصص لنجاسة. يبقى الحته دي اللي انت بتقعد عليها دي متخصصه للنجاسه، ما ينفعش تصلي فيها ولا تقرا فيها قران ولا تعمل اي حاجه غير انك انت تخرج فضلاتك بس. فاثر الزنا على القلب كانك وضعت قاعده في قلبك. هذه القاعده يجلس عليها من يشاء أن يخرج فضلاته النجسة. فأنت صنعت قاعدة للشيطان يجلس عليها حتى يبث نفوس النجاسة إلى قلبك. بقول الكلام ده؟ أيوه. طب في حد بقلبه نجس؟ أيوه. طب ازاي؟ نجاسة ايه دي؟ النجاسة نوعين، نجاسة معنوية ونجاسة حسية. النجاسة حسية انك انت تلمس حاجة فيها نجاسة، مش كده؟ او يجي على ثوبك شيء فيه نجاسة، فهذه نجاسة حسية تتخلص منها بتغيير الثوب وبالاغتسال. اما النجاسة المعنوية هو أن يؤثر على قلبك مؤثر خارجي يجعلك تعتقد ما يضرك ولا تعتقد فيما ينفعك. اسمع الآية كده، قال ربنا في آية في سورة التوبة إنما المشركون نجس. وفكرة المشركين دول يعني ما بيستحموش، ما بيحطوش برفانات من الغالية، حط. إنما القرآن قال عليهم نجس. أراد القرآن بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وهي نجاسة القلب، حينما اعتقد القلب الإشراك بالله فاعتبر الله الإشراك بالله نجاسة. إيه علاقة بقى الزنا بالشرك؟ لأن الزنا هو الذي يوطئ لدخول الشرك في القلب. الزنا يوطئ لدخول الشرك في القلب. يبقى في خبث ولا ما فيش؟ في خبث. في خباثة ولا ما فيش؟ في خباثة. في خبيث ولا ما فيش؟